مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية. وهذا صنف اليوم باستا خفيفة لطيفة. نذوب الزبدة بعدين نحط أغراضنا. صراحة الباستا هذه ما يبي لها سوالف وايد، يعني يكفي التطبيق يعني بالنظر. نحط الثوم، نحط الجزر، نحط الفلفل البارد، نحمس شوي ونحط الدياي. الدياي نحط فوق البهارات، نحط نص قوطي معجون ونحمس المعجون قبل لا نخلطه مع الدياي. طبعا الباستا هذه تقدر تضيف لها بروكلي، زهرة، كوسة، كل ما ضفت خضار كل ما أحلى يعني. تسكر عليها شوية خليها تستوي، وكل 3 دقايق تقلب، وعلى ما تستوي تروح تسخن ماي حق الباستا حق المعكرونية تسويها. نشوف الكريمة مع الخلطة مالت الدياي صارت ثقيلة، من تصير ثقيلة كذي نحط الباستا عليها بس خل تستوي ونطلعها. طبعا الجبن حسب الرغبة، أنا أحط على مرتين، مرة أحط كذي بالجدرة خلطة، ولما أحط الصحن أحط مرة ثانية، بس لا تحط وايد عشان لا تلزق وياك.